لا 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 لا، جهز لي نفسك بقى عشان عندنا كلام كتير جدا في بداية الموسم. وأول مباراة على بطولة قارية بتلعبها في أفريقيا، وهو السوبر الأفريقي قصاد الاتحاد الجزائري، اتحاد العاصمة الجزائري. بتخسر المباراة بهدف من ضربة جزاء، في مباراة ظهر فيها حاجات كتير جدا. ناخدهم واحدة واحدة. في العموم ديت من أسوأ المباريات اللي أنا شفتها. مش اقول لك للاهلي، لا، من اسوأ المباريات اللي انا شفتها للاهلي مع كولر. تمام، ديت اول حاجه كده لازم أنا اقولها لك. الفكره ان انا ما شفتش الاهلي. مش ما شفتش الاهلي بمعنى ان هو مش اللي هو مثلا الاهلي ما جاش الماتش، لا، هو انا ما شفتش الاهلي اللي انا عارفه. شفتش الاهلي بتاع النهائيات. شفتش الاهلي اللي هو بيكون موجود وبيكون في حاجه انا شايفها بتدل ان احنا هنتعادل، ان احنا هنكسب. هي ديت الفكرة كلها. البدني بتاع الفريق خلاني ان انا اروح لحتة تانية خالص. وهو بجد والله، هو المعسكر اللي كان في النمسا واحنا لسه في اول ماتش في الموسم، وجم ولعبوا مباراتين وديتين، واحدة في النمسا وواحدة هنا. ايه اللي حصل في الفريق؟ ده فريق بدني، ده احنا ناهيين الموسم اللي فات اخر كام مباراة احسن من البدني بتاع النهارده. وخصوصا نقطة البدني دي هاخدها لك بقى في نقطتين تانيين: بيرستاو وعلي معلول. علي معلول وبيرستاو لعبوا يوم الثلاث اللي فات. تمام، سافروا وجم السعودية يوم الأربعاء، خميس جمعة النهاردة الماتش. علي معلول هو مفتاح الأهلي، هو اللي بيعمل كل حاجة للأهلي. علي معلول النهاردة مفيش. هو علي معلول في أكتر من كورة هو مش قادر أصلا إن هو يجري. طبعا مع عامل السن، فأنت واحد لسه لاعب مباراة يوم الثلاث، سافرت الأربع، بتلعب بعدها مباراة بيومين. مفيش حسين الشحات مش موجود، بيرستاو نزل، مفيش برضه نفس علي معلول بالظبط. عايز اتكلم عن فكرة الحكم. وممكن كلامي ما يعجبش ناس كتير، بس صدقوني انا شايف ان الحكم، احنا عشان بنشجع بقلبنا قوي كمشجعين وككوره وكده، اللي هو لا يعني بنبقى شايفين كل حاجه. عارف لو انت بتتفرج على الماتش عادي ممكن تشوف لا الموضوع عادي. انا مش هقول لك ان الحكم كويس، بس الحكم مش بالسوء اللي انا شفته قبل كده من حكام تانية. الحكم انا شايف من وجهة نظر، ما اعرفش صح ولا غلط، الكوره بتاع الكهرباء بتاعت الهدف، انا ما اعرفش القانون، بس انا اللي انا عارفه ان لو الحارس حط ايده على الكوره ما ينفعش ان اللاعب يشوطها. وهو فعلا الحارس بتاع اتحاد العاصمه كان حط ايده على الكوره وكهربا شاطها من ايده. ديت حاجه. ضربه الجزاء اللي كله كان عايزها بتاعه كهربا وبتاعه رضا سليم، انا شايف ان هم ما فهمش حاجه، دي وجهه نظري الشخصيه. وضربه جزاء اتحاد العاصمه انا شايف ان هي فيها ضربه جزاء. ده كلامي من وجهة نظري، معرفش، ومش معتمد على قوانين، جايز يكون الكلام دوت غلط. انا ما بعتمدش، مش ما بعتمدش، انا مش عارف القانون هل هو كل حكم هيعملها بمزاجه من الاخر. فانا بقول لك وجهة نظري، انا شايف ان هي عاديه. الحكم بقى يعاب عليه فكره ان هو كان الكوره كل شويه مثلا لما الفرقه بتلعب لا بيروح مرجعها. هي ديت الفكره، هو دوت الموضوع، اللي هو خلاص احنا لعبنا ومشينا، لا ارجع تاني، خلاص كذا، لا ارجع تاني. هي ديت الفكره معايا مع الحكم بتاع المباراه. وكانذارات وكلاعيبه بتقع فبيحسب وكده، ان حكم يحسب 10 دقائق وفي افريقيا ديت بتحصل نادرا. ده الكلام ده بقول وجهه نظري. فانا مش شايف ان اللوم الكبير قوي هيبقى على حكم المباراه، دي وجهه نظري. نركن حته الحكم على جنب. بعد كده عندنا نقطه فرق شمال افريقيا. هي الناس لحد امتى الناس، انا وانا داخل المباراه انا عارف ان احنا لو دخل فينا هدف ان احنا هنعيش سيناريو اسود، هنعيش سيناريو وحش جدا، مش هنعرف نعمل اي حاجه، بسبب ان الفرقه هتفضل تنام وتقع زي كل فرق شمال افريقيا. وعندك الرجاء كمثال، وعندك الوداد في نهائي افريقيا كمثال، وامثله تانية كتير جدا. النهارده الطبيعي ولو انت متعادل معاهم 0-0 والدقيقه مثلا 60 ولا 70 برضه هيبتدوا ان هم يقعوا، برضه مش هيبقوا عايزين ان هم يلعبوا. ده اللي احنا متعودين عليه، فاحنا مش هنتفاجئ. وقلنا ياما انا نفسي اعرف انتوا امتى هتبطلوا اللعب ده. لا، هو هم بيلعبوا كده، هم هيضيعوا وقت، وهم هيقعوا كل شويه، هو دوت لعبهم. فانا ما اتفاجئتش، بل انا ما ببقاش عايز ان احنا نوصل للمرحله ديت. صلاح محسن وطاهر محمد طاهر عندي جملتين بالظبط. انا طاهر محمد طاهر ده انا كفيته كلام الموسم اللي فات واللي قبله. انا استكفيت كلام عن طاهر.
النهارده ابسط الحاجات ككنترول هو مش عارف يعمله. هو جات له كورتين كانت بدايه هجمه، الكره راحت له هو مش عارف يعمله. عندك على الناحيه الثانيه صلاح محسن، انت المفروض نازل. انا الفكره معايا ومشكلتي مع صلاح محسن العقليه بتاعت صلاح محسن، هي ديت المشكله بتاعتي انا معاه. عقليته ان هو دايما مركز في الشو، دايما مركز ان هو عايز يعمل اللقطه، دايما هو دوت اللي في دماغه. ديت بتكون مفيده بس وانا كسبان. اول لمسه ليه كان الكعب اتقطعت، تاني لمسه ليه كوره في الهواء ومعاك مدافع. احنا عارفين ان انت لو قلبتها دبل كيك ودخل الجول هتتلغي، علشان طبيعي يحصل بينك احتكاك وبين المدافع. ده الف في كوره كلنا عارفين كده. رفع رجله في مكان مش مكانه وعاملها غلط، وطبعا راح واقع وخد دقيقتين ثلاثه. انا مش فاهم ليه ناخد قرارات زي ديت. هي ديت الفكره معايا والموضوع معايا. المباراه بقى عموما انا شايف ان فريق اتحاد العاصمه كان في المتناول، وكنا نقدر ان احنا نخلص عليه، وكنا نقدر احنا نلعب كوره كويسه. احنا من بدايه المباراه هم عندهم مشكله، ضغطنا عليهم 3 مرات، قطعنا الكوره 3 مرات. كنت تقدر انت تكمل ضغط، مش عارف كنا بنرجع ليه. كهربا بقى بينهج ان هو عمال يقول للعيبه ضموا اضغطوا معايا، محدش بيضغط مع كهربا. طب بنرجع ليه؟ انا مش فاهم، انا حقيقي مش فاهم. مفيش ضغط، المره اللي ضغطت عليها قطعت الكوره. عندك الناحيه الثانيه كل كوره الطوليه، كل كوره من الشناوي الطوليه، تيجي الربيعه الطوليه. في ايه يا جدعان؟ في ايه يا جدعان؟ ما نلعب لعبنا. هم ما بقوش يعملوا اي حاجه، هم جابوا الجون وخلاص رجعوا. الكلام ده كان من الشوط الاول. كل كوره الشناوي يلعبها جوه، ما عندناش حد طويل بيعرف يلعب بدماغه. لسه مودست جايبينه ولسه مش موجود معانا عشان ياخد لك كل الكور ديت. واحنا ده مش لعبنا ان احنا نفضل نعلق. ضيعت تقريبا المباراه كلها في ان انت عمال تعلق الكوره تعلق الكوره تعلق الكوره. استفدنا ايه؟ ما استفدناش اي حاجه. ربيعه كل كره ياخدها يلعبها جوه، كل كره ياخدها يلعبها جوه. علي معلول مش موجود، حسين الشحات تعبان جدا بدنيا. كولر تبديله ياسر ابراهيم ديت انا مش فاهمها. انا فرحت لما نزل صلاح محسن، قلت اخيرا عندنا مدرب هيلعب لك بالاثنين، اتنين مهاجمين من الدقيقه 60، مش هنستنى بقى لغايه الدقيقه 85 ولا 80 وننزل المهاجم الثاني جنب الاولاني. ليه لو احنا ساحبين سحبنا اسمه ايه كهربا ونزلنا ياسر ابراهيم؟ انا مش فاهم التبديله. احنا بقينا عندنا 3 مدافعين ليه؟ وبعدين كهربا رجع وينج ليه برضه؟ انا كنت اللي في دماغي ان اول ما صلاح محسن ينزل هو الكهربا يبقوا جوه في العمق، هم اللي هيحاولوا، هم اللي هيعملوا. هي ديت الفكره. كولر انا بالنسبه لي المباراه النهارده كانت غلط، كانت غلط فعلا. رضا سليم انا مستبشر فيه خير، انا فعلا مستبشر فيه خير. بس الفكره ان رضا سليم كل حاجاته على الخط، وكل حاجاته ان هو عايز يخترق من على الخط. رضا مش زي تاو مثلا، يعني ما شفتش تاو اول لما نزل كان في كورتين 3 جوه ال 18 جوه ال 6 يارده بمعنى اصح. انما الناحيه الثانيه عندك رضا سليم لا، هو مش اللاعب اللي ده بيدخل جوه. هو لاعب دايما على الطرف، لاعب دايما هيخترق من على الطرف، لاعب دايما هيلعب لك عرضيات، بس مفيش حد ياخد العرضيات ديت. هي ديت الفكره. انما هو كان نشيط في الشوط الاول وحاول كذا مره، بغض النظر عن الكورتين اللي وقع فيهم وحاول ياخد ضربه جزاء هم ما فيهمش حاجه. بدايه الموسم مش كويسه، مش كويسه، واحنا داخلين على بطولات كبيره، وما ينفعش يبقى ده شكل الفريق وهو جاي من المعسكر. وما ينفعش تبقى بتلعب اخر 10 دقايق وبتضيع الكور السهله ديت. وما ينفعش تكون لعيبه في الاهلي بالمنظر ده وحققت البطولات اللي فاتت ديت وعندها الخبره ديت ولعيبه دوليه، وتكون مش عارفه ان هي كنترول على نفسها في الملعب. خصوصا لما تكون بتلعب مباراه على بطوله وقاريه. انت مثلا ما بتلعبش على السوبر المصري، لا انت بتلعب على بطوله افريقيه قاريه. هي ديت الفكره. قبل بدايه الموسم الفتره اللي فاتت كنت دايما لما بتكلم بقول ان احنا عندنا 10 بطولات الموسم الجاي، ادي اول بطوله راحت منك. وكنت بقول ان احنا القيمه الجوائز بتاعت البطولات دي كلها تخش في 16 مليون دولار، وعلى حسب البطوله بتاعت كاس السوبر هي كانت بمليون دولار. كانوا بيقولوا ان هي هتبقى مليون ونص دولار من النسخه ديت. هل بقت مليون ونص او مليون؟ ففي الحالتين انت ضاع منك المبلغ دوت، وضاع منك البطوله ديت، ضاع منك الميداليه ديت بقرارات عشوائيه بصوره كبيره. مروان عطيه النهارده كل الكرات اللي عملها كانت ميس باص ومش موجود، وفي مباراه اثيوبيا ما كانش موجود. هاني مفيش. لا انت النهارده كنت مش الاهلي بمعنى صح.
ديت الفكره. ولو كنا تعادلنا وكسبنا كنت هقول نفس الكلام، لو كنا تعادلنا وكسبنا ضربات جزاء كنت هقول نفس الكلام. بس ده اللي عندي عن الماتش النهارده، واعتقد ان هيبقى فيه جزء كبير متفق معايا. واي حد عايز يتناقش في اي حاجه انا موجود، انا ما عنديش اي مشكله. عارف ان ممكن ناس كتير تختلف معايا في موضوع الحكم، بس ديت وجهه نظري والله، ودوت اللي انا شايفه. الحكم ما كانش كويس، اللي هو كويس بس ما كانش بالسوء قوي ان انا احط عليه مثلا نتيجه مباراه او اقول هو سبب كبير في اللي احنا وصلنا له. بس قدر الله ما شاء فعل، عادي، بطولة وبداية الموسم عشان تلحق تظبط نفسك وعشان تشوف الدنيا اكتر وتجهز نفسك اكتر للمعجنة اللي انت داخل عليها في بطولات جاية. دوري السوبر ليج الافريقي وعندك البطولة بتاع كاس العالم للانديه، هم اهم بطولتين معاك دلوقتي طبعا بالاضافة لافريقيا. بس افريقيا لسه، احنا لسه هنبدأ في شهر 12 تقريبا او 11، فانت بتتكلم ان اللي اتكلم على المجموعات طبعا، مش دور اللي هو الاولاني. فانت لسه عندك بطولتين اهم دلوقتي نركز فيهم طبعا مع بدايه الدوري والمعجنه اللي احنا داخلين عليها. بس ده كل اللي عندي النهارده، فمش هيبقى بقى خسرنا وكمان مفيش لايك او سبسكرايب يعني. فيا ريت لايك وسبسكرايب وتقول لي رايك تحت في الكومنتات، وانا هكون معاك وهتكلم ونتناقش ونشوف الدنيا فيها ايه. بس كده في النهايه كالعاده ما تنساش السلام.